السلام عليكم خوتي. اليوم رح نحكيو على المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة اللي رح داير بصمة قوية في كأس العالم الجارية في الشيلي. من أول مباراة باين باللي الأشبال داخلين بعزيمة كبيرة، طموحهم ماشي غير المشاركة بل المنافسة على اللقب. أداء منضبط وروح جماعية وذكاء تكتيكي خلى بزاف من المحللين يتكلموا على الجيل الجديد ديال الكرة المغربية. ودرك واحنا داخلين على دور الثمن النهائي، الكل يسقسي واش غادي يواصلوا بنفس النسق؟ واش نشوفوا المغرب في الربع وربما حتى في النصف؟ خلوكم معنا في هذا الفيديو باش تشوفوا برنامج مباريات الدور الثمن النهائي، ونتكلموا بالتفصيل على سيناريوهات تأهل المغرب للربع والنصف مع تحليل شامل للأداء والخصوم المحتملين. يلا نبداو على بركة الله. يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، أوكرانيا ضد إسبانيا، ابتداء من الساعة 8:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. يوم الأربعاء 8 أكتوبر، الشيلي ضد المكسيك في منتصف الليل بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. يوم الأربعاء 8 أكتوبر، الأرجنتين ضد نيجيريا في 8:30 ليلاً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. يوم الأربعاء 8 أكتوبر، كولومبيا ضد جنوب إفريقيا في 8:30 ليلاً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. يوم الخميس 9 أكتوبر، اليابان ضد فرنسا في منتصف الليل بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. يوم الخميس 9 أكتوبر، الباراغواي ضد النرويج في منتصف الليل بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. يوم الخميس 9 أكتوبر، الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيطاليا في 8:30 ليلاً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. وآخر مباراة في دور الثمن النهائي ستكون يوم الجمعة 10 أكتوبر، ومن خلالها سيواجه أسود الأطلس منتخب كوريا الجنوبية في منتصف الليل بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. والفائز من هذه المواجهة سيلاقي الفائز من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. نتمنى فوز المنتخب المغربي على كوريا لملاقاة أمريكا أو إيطاليا في دور الربع إن شاء الله. بصراحة لحد الآن الأداء ديال المغرب يخلينا نحلموا. مشروع كروي مبني على تكوين قوي وتنظيم محكم ونتائج ميدانية تبين باللي المستقبل واعد بزاف. إن شاء الله نشوفوا المغرب يمشي بعيد، وعلاش لا يوصل حتى للنهائي. شاركونا في التعليقات، واش تشوفوا المغرب يقدر يوصل للنصف ولا حتى النهائي؟ نتمنى كل التوفيق للمغرب ديما. ما تنساش دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس وشارك الفيديو مع أصحابك باش يوصل لأكبر عدد من الجماهير. ديما مغرب.